على ماروكان، والله الا على ماروكان. اليوم غنوجدو طاجين البقري بالبرقوق والبصيله، طبيعي وعادي جدا، ما فيهش بزاف تاع الروينه. كي كتلاحظوا حطينا الطاجين ديالنا، غنديرو شويه ديال زيت الزيتون، ندوزو البصيله نقطعوها دابا. كي كتلاحظوا كنحتاجو جوج بياسات ديال البصله، وحده كنضربوها هلال ايمانسي، والاخرى كنضربوها مشلضه كنخلطوها مع اللحم، هي اللي كطيح مع اللحم، واللي ضربناها هلال كنزيدوها في الاخر. كنستفوا الحمات ديالنا 5 ضريسات ديال الثومه، شويه ديال الربيع، قزبور ومعدنوس، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، معلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الخرقوم عواد بلدي مطحون. عرفتي باش كيعجبوني هاد الطواجن ديالنا حنا في المغرب، تيكون فيهم واحد النكهه خاصه، وكتكون واحد اللذة عجيبه سبحان الله العظيم. لهذا خصنا نحافظوا على هذا التراث ديال الاكل صراحه، اللي هو واعر بزاف، وعندنا واحد لاتوش اللي هي عالميه الحمد لله. الله يرحم الجدود اللي خلاونا هاد الكنز هذا. دابا كنضيفوا البصله اللي شلضنا، غنخليوها طيح مع اللحيمه لمده 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، وكنماريني هذاك الخير غير بيديا حتى يتمزج مزيان، وكنردو فوق البوطه على نار مهيله حتى تيتشحر، وكنعاود نزيدو البصله الاخرى من الفوق. كنحضروا كاسروله كنديروا فيها البرقوق ديالنا ما طايب، كنخليوه شويه يغلي باش يتغسل مزيان، عاد كنزيدو شويه ديال الماء نقي، وكنضيفوا عليه معلقه ديال العسل الكبيره والقرفه، وكنخليوه يتعسل على خاطره. وحنا المغاربه الحمد لله تعلمنا واحد الحاجه اللي هي مزيانه، كنحاولوا نخدموا سيختو الطبخ ديالنا، كنحاولوا نخدموه دائما من القلب ديالنا، داكشي علاش كتكون نتيجه مزيانه الحمد لله. دائما الطبخ المغربي هو الطوب، وفين ما كنا في العالم كتلقانا حنا المغاربه كنتوحشوا والدينا والبلاد ديالنا، والطبخ المغربي كيجبدك. ديما كتكون جالس وتقول مع راسك انا توحشت الزعلوك، توحشت هادي، توحشت هادي. لهذا الطبخ المغربي راه عالمي وتبارك الله راه يا سلام. ومن بعد ما تشحر لنا الطاجين ديالنا بالبصله واللحم، كنضيفوا عليه البصله، كنشدها كندير فيها شويه ديال القرفه وشويه ديال خرقوم عواد بلدي وشويه ديال الملحه والبزار، وكنحطها من فوق منه، كنسد على الطاجين ديالي، كنخليه حتى يطيب على خاطرو، وكنستف البرقوق فوق منه الزنجلان. طاجين ناضي مغربي 100%، لوغو حاضر، الريحه يا سلام، بالصحه والعافيه. نتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم. عرفتي واحد الريحه طالعه دابا يا سلام، وهاد الطاجين ديال اللحم بالبرقوق بيه فيه دغيا كيطلع. وجربوا هاد الوصفه راه ناضيه، اسرع طاجين ممكن تحضروه. واحد الرويحه طالعه دابا يا سلام، بسم الله. يعطيك الصحة تبارك الله عليك يا بابا. اليوم الطاجين ديزو الكلام على ماروكان، والله الا على ماروكان.